تسمية بعض الدول بهذه الأسماء: جيبوتي. قد يكون الاسم مبنيا على أسطورة قديمة عن حيوان خرافي اسمه بوتي، كان يعيش في تلك المناطق ويروع أهلها ويقتل أغنامه، لكن بعد فترة هزم الناس هذا الحيوان وأطلقوا على المنطقة اسم جاب بوتي بمعنى هزيمة بوتي. الصومال. قد ترجع تسمية الصومال إلى نمط معيشتهم الرعوية، فيقال أن سو بمعنى ذهاب ومال بمعنى لبن، وهناك رأي آخر بأن هذا الاسم مستمد من عشائر سمائل، فنحو 70% منهم من الرعاة. السودان. من أكثر الآراء انتشارا حول اسم السودان أنها من اللون الأسود، وعرف السودان بأرض السود، وكذلك معنى الكلمة في اللغة النوبية، حيث تعني المخلوط، أي ليس بشديد السواد أو البياض. موريتانيا. كانت تسكن قبائل ماوري ما بين نهر مالوية في المغرب شرقا والمحيط الأطلسي غربا، وسميت موريتانيا نسبة إليها، وكانت تلك القبيلة واحدة من 3 قبائل ظهرت في شمال غرب أفريقيا أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. الجزائر. في عام 1525 انضمت 4 جزر قبالة الساحل إلى اليابسة، ونسبة إلى هذه الجزر القديمة أطلق اسم الجزائر جمع جزيرة على العاصمة، ومن بعد ذلك عرفت الدولة كلها باسم الجزائر. وهناك تفسير آخر بأن الاسم القديم في العصور الوسطى خلال القرن الثامن عشر كان جزريني مزغنة، أي جزر بني مزغنة، بعدما استقرت بها قبيلة مزغنة، وتحول فيما بعد إلى الجزائر. وقيل أنها نسبة إلى دزري بن ماد الحمادي الصنهاجي. المملكة المغربية. عادة ما يطلق اسم المغرب العربي على دول شمال غرب إفريقيا، لكن اختصاص دولة المغرب بهذا الاسم قد يأتي من اعتقاد المسلمين القدامى بأنه مكان غروب الشمس. أما عن اسم موروكو فقد جاء من الاسم الأصلي لمدينة مزاغان موروكوس التي كانت مستوطنة برتغالية على ساحل المغرب. مصر. تعددت الأسباب حول تسمية مصر، فقيل إنها اشتقت من اسم مصرايم بن حامد بن نوح الذي استقر في منطقة وادي النيل، أو مأخوذة من كلمة مزريم بمعنى القلعة. لبنان. اشتقت كلمة لبنان من كلمة لافان في اللغة السامية بمعنى أبيض، وقد تكون إشارة إلى القمم الثلجية لجبال لبنان. فلسطين. تعتبر الكلمة الرومانية بالستينا أصل كلمة فلسطين، إذ أطلق الإمبراطور الروماني هادريان على فلسطين اسم مقاطعة سوريا بالستينا، واختصر بعدها إلى بالستينا التي استمد منها اسم فلسطين. كذلك أطلق اليونانيون على الشعوب التي تسكن تلك المنطقة قبائل البلست. اليمن. اختلفت الآراء حول سبب تسمية اليمن بهذا الاسم، فيذهب بعضهم إلى أن سبب ذلك هو وقوعها يمين الكعبة، أو أن أصلها اليمن بمعنى الخير والازدهار، مثلما ذهب آخرون إلى أن أصلها من يامن بن قحطان المعروف باسم يعرب، أحد أحفاد نبي الله هود عليه السلام، وكان أول ملوك اليمن. العراق. إما أن يكون سبب تسمية العراق نسبة إلى مدينة أوروك، أكبر مدينة أقيمت بجنوب بلاد الرافدين في عام 3200 قبل الميلاد، أو أنها مأخوذة من الكلمة الفارسية إيراق بمعنى الأرض المنخفضة. سوريا. يرجع تسمية اسم سوريا إلى دولة آشور في بلاد الرافدين، والتي تضم سوريا والعراق وتركيا، وبذلك عدها اليونانيون بلاد أشور، فأطلقوا عليها أسوريا بإبدال الشين سينا على نهج اللغة السامية السائدة آنذاك. البحرين. تتكون مملكة البحرين من مجموعة جزر تقع داخل الخليج الفارسي، وسميت بالبحرين متنى بحر نظرا إلى وجود مصدرين للمياه، أحدهما العيون المائية للمياه العذبة، والآخر الخليج العربي المحيط بها للمياه المالحة. قطر. هناك اختلاف في أصل كلمة قطر، فيقال إنها مشتقة من كلمة قطارة، وكان ميناء تجاريا قديما في المنطقة، ثم حرف الاسم إلى قطر، وهناك من يقول إن قطارة مستوحى من المياه الصالحة للشرب أو معقل الإبل. الكويت. يقال إن كلمة الكويت تصغير لكلمة كوت، ومعناها قلعة صغيرة أو قلعة محاطة بسور مثل تلك التي استقر فيها حاكم الكويت الأول، أو أن معناها حائط مصور يحيط ببعض آبار الشرب، وهو ما يطلقه أهل الكويت على العديد من الآبار بالفعل. الإمارات العربية المتحدة. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأصل 7 إمارات منفصلة، أي الأراضي التي يحكمها أمراء، وكونت في عام 1967 مجلس حكام الإمارات المتصالحة، وبعد استقلالها عن بريطانيا أصبحت إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة كيانا واحدا يطلق عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وانضمت إمارة رأس الخيمة إلى هذا الاتحاد
في عام 1972. المملكة العربية السعودية. يرجع تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم إلى شهر سبتمبر عام 1932، حينما أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أمرا ملكيا بتوحيد البلاد تحت هذا الاسم نسبة إلى عائلة آل سعود، بعدما كانت تدار كل من الحجاز ونجد كوحدتين منفصلتين، وأصبح 23 من سبتمبر عيدا وطنيا للمملكة.